اعداد المرضى اللي بيجوا المستشفى بقى اعلى بكتير قوي ما كان اي حد ممكن يحلم في يوم من الايام. المستشفى ونسبه الشفاء الحمد لله بفضل ربنا وصلت 71.7%. الرقم ده بالقياس كده في احسن مستشفى في امريكا هو 83%. فاحنا الرقم كويس، بس احنا ما بنقعدش نقول لا والله احنا كويسين، احنا بنقعد نفكر نفسنا كل يوم احنا لسه فاضل 12% فرق بيننا وبين امريكا، عايزين نشتغل عليه ونشوف هو بيحصل ازاي. فنتيجه للاعداد الزياده دي ونسبه الشفاء العاليه اللي احنا بنتابع المريض هنا، التكلفه بتاعه تشغيل المستشفى بقت بتزيد سنه عن سنه. تمام. غير انه الادويه لان جزء كبير منها مستورد، الادويه برضو اسعارها بتزيد. التكلفه عموما بتاعت الهيلث كير في العالم كله بقت في زياده مضطرده في امريكا وفي كل حته في العالم. فابتدينا نراجع الرؤيه بتاعت مشاريع التوسعات بتاعتنا، ابتدينا نفكر في ان احنا محتاجين نفكر في الفاليو اكتر، محتاجين نفكر في قيمه الخدمه مش اعداد الناس اللي بتخدمها. تمام. فالوضع دلوقتي ان احنا بطأنا شويه وتيره مشاريع التوسعات بتاعتنا، بقينا بنركز اكتر على المشاريع اللي هتاثر على نسبه الشفاء بدرجه مباشره، اكتر من ان انا اكون بدور بس على ان انا اخدم عيانين اكتر وخلاص. تمام. واختزلنا اغلب المشاريع دي في المبنى ده ان شاء الله بفضل ربنا يعني، وجدعنه المصريين يكمل ان شاء الله. هيكون في طبعا مبنى العيادات الخارجيه بالاضافه للعديد من المراكز المتخصصه في علاج الامراض. بس فده اوفر فيو سريع كده، انا عايز بقى نبتدي نبص على كام حاجه في المستشفى مع بعض وبعدين نطلع.